أوقات ممكن تتحول الحيوانات حتى المفترسة منها لفريسة، فريسة لحيوانات تانية زيها، فريسة للبشر أو للطبيعة. البرد زي ما في حيوانات مخلوقة علشان تتعايش معاه، في غيرها ما يقدرش يعيش في مناطق جليدية، واللي بيوصل منها بالغلط للجليد بتكون نهايته مأساوية. ثعالب وأرانب وحيوانات غيرهم اتجمدوا في الجليد في مشهد مش كلنا هنقدر نشوفه. دي أنثى نمر اتجمدت من البرد في حين شبلها كان بيستغيث ومش لاقي ملجأ. لحسن الحظ اتعثر عليهم وكانت لسه عايشة. وبعد محاولات استعادت وعيها ونجت هي والشبل. أما الأرنب المسكين ده فاتجمد من البرد بعد ما اتعلق في سياج خشبي وملقاش ملجأ آمن يتدارى فيه. أما الثعلب ده فالكاميرا رصدته من بداية ما كان بيحاول ينجو بحياته من المية ومن الجليد اللي محاطينه من كل ناحية، لكن لسوء حظه ما قدرش حد ينقذه. ومستغرب الحقيقة اللي وقف يصوره ده لحد ما اتجمد وبقى بالشكل المرعب اللي انتوا شايفينه. في حين ان الغزالة دي او تقريبا ظبي اتعثر عليه والتلج مغطيه زي ما باين في الفيديو، مغطي بقه وعينيه لدرجة مخلياه مش شايف، وكان قاب قوسين او ادنى من الموت. لكن لقاه بعض السكان ونجحوا يشيلوا التلج من على عينيه. وتخيل بقى الفزع اللي صابه لدرجة خلته يهرب بالشكل ده. أما الكلبين دول فالوقت كان فات على إنقاذهم وماتوا متجمدين زي ما انت شايف، نفس الحالة اللي وصلت ليها الجاموسة دي واللي اتعثر عليها في كازاخستان متلجة بالشكل ده، وماتت وهي بتدور على ملجأ يحميها من البرد. وكلبين جداد اتعثر عليهم متجمدين برضه، بس الغريب هنا ان فوق واحد من الكلبين اتعثر على فار متجمد. واخيرا ثعلب وذئب واقفين في وضع هجومي كما لو كانوا على وشك الهجوم على بعض، الا ان الطبيعة بقسوتها فاجأتهم هما الاتنين وماتوا متجمدين على الوضع ده. اوقات ممكن نشوف قسوة خصوصا من الحيوانات المفترسة بالنسبة لنا، الا ان قسوة الطبيعة مش ممكن تلاقي زيها. اتمنى يكون الفيديو عجبك، شاركني برأيك في التعليقات واعمل مشاركة دلوقتي، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يجيلك كل جديد.